يا جماعة النهاردة الفيديو من أكتر الفيديوهات اللي كنت مستنياها من زمان. حلم من أحلامي والحمد لله اتحقق. بدأنا اليوم بدري جدا وأخدنا أوبر واحنا في طريقنا للمطار، وطول الطريق بجد 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 مش مصدقة ان انا خلاص رايحة اركب الطيارة لأول مرة في حياتي. كنت دايما بحلم اكون يعني راكبة طيارة، كان نفسي تكون برا مصر، بس المرة دي احنا جوا مصر. واكتبوا لنا في الكومنتات يعني قبل ما تشوفوا الفيديو للنهاية احنا رايحين فين. انا دايما حلم من احلامي ان انا يبقى عندي عربيه، وان انا اركب طياره، ونشكر ربنا حققت واحد منهم والتاني باذن الله يوما ما. دلوقتي وصلنا المطار بالسلامه. كنت متحمسه بجد جدا ومش عارفه اوصف لكم الشعور اللي انا كنت حاساه جدا جدا. بس كده. وهنا بقى كنا مستنيين الوقت اللي احنا نعدي فيه على التفتيشات ونشوف وزن الشنط وكده. بيبقى ليكم الوزن بتاعكم 23 كيلو زائد 7 كيلو بتاخدوها معاكم فوق على الطيارة. وكمان لازم تكونوا قبلها بأقل حاجة 3 ساعات في المطار قبل ميعاد الطيارة بتاعتكم. ولو انتوا عايزين بقى تفاصيل كتيرة من الحاجات دي اكتبولي في الكومنتات، وبإذن الله اعمل ليكم فيديو وان انا حجزت ازاي وعملنا ايه ورحنا فين والكلام ده كله والمراحل اللي احنا بنعدي فيها. دلوقتي احنا بعد ما عدينا بالسلامة فضلنا منتظرين وقت ميعاد الطيارة، كانت الساعة 7:15. وماجد حبيبي عزمني على العصير المفضل اللي هي المانجا. وانتوا اكتبولي برضو في الكومنتات ايه اكتر عصير انتوا بتحبوه. وبعد كده جه بقى وقت ركوب الطيارة، وكنت فاكرة ان احنا بقى هنطلع على الطيارة من السلم وكده زي الافلام يعني. بس اكتشفت ان احنا هندخل من الممر الطويل ده اللي بيوصل على الطيارة على طول. وقتها ايه، خدت الصدمة، انا خدت الصدمة. في الاخر اتصورت مع بوز الطيارة ودخلنا في الطيارة على طول ونقول بسم الله. وكان في بقى طقم ضيافة اللي هما مضيفين الطيران بيقولوا لنا بقى التعليمات والمداخل والمخارج، ومثلا الواحد يتصرف ازاي ولو لا قدر الله حصل حاجة نعمل ايه. بس الحمد لله يعني وصلنا بالسلامة. وبرضو انا برضو نصيحة مني خلي معاكم البانة تبقى حلوة قوي عشان ضغط الجو فوق في الطيارة. كان في كتاب زي كده بس مش عارفة اسمه، لو عارفينه فكروني بيه. بيبقى برضو فيه كل التعليمات والحاجات دي. وجينا بقى لوقت ايه، انطلاق الطيارة، ودي كانت لحظة كلها مشاعر كده وحاجات متلخبطة. فرحة وخوف وحماس وحاجات كتيرة في نفس الوقت. بس هو بجد بالنسبة لي كان شعور حلو قوي، لان انا حابة الحاجة دي وكان نفسي في الحاجة دي فما كنتش خايفة. بس انتوا قولولي في الكومنتات برضو، انتوا لو حد فيكم ركب طيارة ايه شعوره في الوقت اللي كانت الطيارة طالعة فيه؟ هل كنتوا خايفين؟ انا عارفه انا حاسه بيكوا قوي، بس هل في ناس مثلا كانت خايفه، ناس بالنسبه لها الموضوع عادي؟ احكولي يعني احكولي مشاعركم كانت عامله ازاي، كنتوا رايحين فين؟ بعدها بحبة صغيرين ادونا ازازة المية السكر الكيوت الصغنطوطة دي، وكمان كيس مقرمشات وكان طعمه لذيذ. انا حبيت خدوا قلوب. ودلوقتي الحمد لله وصلنا بالسلامة، وهنا كنت بقول لكم ان انا مبسوطة ونازلين. بجد 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 ربنا يحقق لكم كل اللي نفسكم فيه، واتمنى كله يبقى مبسوط وفرحان. دلوقتي وصلنا اكيد يعني باين قوي من الفيديو ان انا قد ايه كنت مبسوطة ان احنا وصلنا بالسلامة وان انا خدت التجربة دي. ولو لسه لحد دلوقتي ما عملتوش لايك للفيديو اعملوا لايك واكتبوا لي كومنت ودعوة حلوة منكم ليا. ودلوقتي بقى خدنا باص ورحنا عشان نستلم الشنط. والهانم مأخرة علينا طالعة اخر واحدة واخر ناس يعتبر ماشيين من الطيارة، كان عشان بيبقى في كذا طيارة نازلة في نفس الوقت. بس اهم حاجة ان هي الشنط وصلت بالسلامة ومكانش فيه اي تكسير او الحاجات دي. وبس كده ويلا بينا. وانتوا لحد الان لسه ما خمنتوش احنا رايحين فين، هقولكم في اخر الفيديو. ودلوقتي احنا طلعنا من المطار وكنا مستنيين مواصلة. احنا دلوقتي وصلنا فين؟ وصلنا شرم الشيخ، بس احنا رايحين دهب. فكنا مستنيين العربية وفي طريقنا لدهب. بجد متحمسة جدا ومبسوطة قوي 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 قوي. بس بجد حسيت ان مفيش حلم بعيد، وطالما عندكم يعني او عندك ايمان او ثقة في ربنا بجد بجد هتحاولوا كل اللي نفسكم فيه. بتمنى لكم كل حاجة حلوة، بتمنى لكم دايما تكونوا مبسوطين وبالكم مرتاح وتكونوا ناجحين وشاطرين في الحاجة اللي بتعملوها. وربنا يحقق لكم كل اللي نفسكم فيه وبتتمنوه. خليكم بجد واثقين في ربنا واجتهدوا وباذن الله باذن الله باذن الله تحققوا كل اللي نفسكم فيه. قولولي في الكومنتات ايه الحاجات اللي انتوا نفسكم فيها، ورجعوا السنه الجايه نعيشنا وشوفوا الحاجه دي انتوا حققتوها ولا لسه. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وباي باي، بحبكم قوي.